مرحبا. اليوم راح نعمل شال بسيط. زي ما انتم شايفين في الصورة راح يكون شكله بهذه الطريقة، راح يكون فيه ضفاير من جهة وجهة راح تكون سادة، وإذا قلبناه راح يكون برضو ضفاير. هذا أنا سويته للطفل اللي عمره 9 شهور. الخامات اللي راح نستخدمها، راح نستخدم طبعا راح نحتاج 1 صوف، أنا استخدمت أليزا مخصص للأطفال. طيب، وطبعا راح نحتاج مقص، خيط للتنظيف، وسنارة مقاس 3.75 ملي. بالنسبة لأخذ المقاسات، راح نحتاج للشخص. أنا ما عندي تقريبا أحد أخذ عليه المقاسات، فراح أخذ مقاسات على هذه الدمية كتبسيط فقط. وطبعا المتر، فللتسهيل على أنفسنا راح نستخدم الخيط، لكن إذا على الشخص الحقيقي راح نستخدم المتر. فإيش راح أسوي؟ نفترض أنه هذا الخيط هو المتر، فراح أحط بداية المتر خلف رقبة الشخص بهذه الطريقة، وبعدين راح أنزل الخيط إلين أسفل صدر الشخص. يعني أنا عندي هذه الدمية هنا صدرها، راح أنزل شوي تقريبا مقدار 4 إلى 5 سنتي تقريبا، فراح أنزل شوي تحت صدر الشخص بهذه الطريقة. فبعدين راح ألفه مرة ثانية وخليه يلتقي طبعا نشيل شعرها ونخليه يلتقي مع راس المتر من وراء بهالطريقة. طيب، بعد كذا راح أعمل لفة ثانية. أنا أبغى يصير دورين، يعني هنا واحد، يعني شال هنا وشال جزء هنا، فراح أخذ نفس المتر وألفها مرة ثانية جوة أصغر حلقة ثانية، أو زي السلسلة ثانية ألبسها أصغر من اللي قبلها، فيصير معي الشكل بهذه الطريقة. طيب، كني لبست سلسلة أو كني لبست الشخص سلسلة من دورين. طيب، بعد كده راح أمسك من وراء على الرقم اللي أنا وصلت له، وبعدين راح أفك هذا كله وآخذ القياسات. مثلا هذه طلع معي، لنفترض أنه طلع معي 20 سنتي، 100 سنتي، 200 سنتي، whatever. راح أبدأ أقيس، أعمل سلاسل على قد الأمتار اللي طلعت لي هنا. طيب، فأنا مثلا قست على ولدي طلع تقريبا طلعت لي السلاسل تقريبا حدود 200 210 تقريبا، لأن أنا أبغاها شوي زي ما تقولون يعني مريحة، ما أبغاها تصير يعني تخنقة أو كذا. طبعا الطفل من هذا تصلح للطفل من اللي هي عدد السلاسل تصلح للطفل من 9 شهور إلى سنة. طيب، راح نبدأ الآن بطريقة معينة مختلفة عن السلاسل اللي احنا تعودنا عليها. ممكن بعضكم يعرف هذا النوع من السلاسل، لكن في البعض الآخر ما يعرف، فأنا أحاول أن يكون فيديو تعليمي في نفس الوقت تستفيدون تعملون منه شغلة. طيب، فاسمه فاونديشن هاف دبل كروشيه، يعني غرزة أساسية نصف عمود. فراح أبدأ أول شيء اللي هي البداية المنزلقة العادية، البداية. بعد كذا راح أعمل كم ارتفاع النصف عمود. ارتفاع النصف عمود بالعادة 2 سلاسل أو سلسلتين، احنا راح نخليها 3 سلاسل، ف1 2 3. طيب، فقط. بعد كذا راح أعمل نصف عمود فاونديشن نصف عمود، اللي هو البداية نصف عمود. فراح أعمل كأني بعمل نصف عمود عادي، ألف الخيط، بعدين أروح لبداية السلسلة اللي أنا عملتها هنا، وراح أدخل وأسحب الخيط بهالطريقة. طيب، راح يصير عندي 3 سلاسل، راح نسحب الأولى لحالها بهالطريقة، بعدين راح أسحب الثلاثة مع بعض. طيب، صار عندي الآن اللي هو الارتفاع مع نصف عمود زيادة، شايفين؟ راح أعيد مرة ثانية. راح ألف كأني بعمل نصف عمود عادي، بعدين راح أدخل هنا لأسوي كذا، راح أشوف شيء زي الضفيرة، شايفين الضفيرة اللي هنا؟
أو زي الحلقات، راح أدخل وآخذ الحلقتين، هذه الأولى وهذه الثانية، وبعدين راح أسحبهم بهالطريقة. بعد كذا راح يصير عندي 3 حلقات بالسنارة. راح أعمل أسحب أول واحدة لحالها، وأوقف، بعدين راح أسحب الثلاثة مع بعض. كذا أنا عملت، راح يصير عندي مجموعة واضحة سلاسل، شايفين هذه سلسلة سلسلتين 3، وعندي نصف عمود الغرز هنا واضحين، فكأني عملت سلسلة ونصف عمود في نفس الوقت. أنا الآن عملت نصف عمود مرتين مع السلسلتين، يعني صار عندي كم؟ 3. هذه الرابعة مرة ثانية راح ألف كأني بعمل نصف عمود عادي. بعدين راح أدخل هنا اللي أسوي كذا، راح أشوف شيء زي الضفيرة، شايفين الضفيرة اللي هنا أو زي الحلقات. راح أدخل وآخذ الحلقتين، هذه الأولى وهذه الثانية، وبعدين راح أسحبهم بهالطريقة. راح يصير عندي 3 حلقات، بعدين أسحب أول واحدة وأتركها، بعدين أسحب الثلاثة مع بعض بهذه الطريقة. راح أكمل إلى ما يصير عندي 210 سلاسل. راح أرجع لكم. كذا وصلنا، عملنا لنهاية 210. خلاص كذا خلصنا كل العدد، صار شكله بهالطريقة. طبعا عندي الشغل أبرجع الشغل أخليه مستقيم، فراح أمشي بهالطريقة. طيب أوضح الآن أكثر. شايفين عندي هنا، هذا هو عندي بداية الغرز، هذا رأس الغرز من هنا، وهذا أسفل اللي هي السلاسل حقتنا اللي احنا عملناها. وهنا عندي نفس الشيء، السلاسل الغرز من فوق والسلاسل من تحت. أنا راح أخليه ملفوف أو في إنه فيه لفة معينة. راح ألف الشغل، هذه القطعة راح ألفها بالعكس، يعني راح أخلي الغرز اللي هنا تحت والسلاسل فوق بهذه الطريقة. طيب، وراح أشتغل على جهة السلاسل وأترك الغرز. فراح أبدأ على طول، بس خليني أجيب الخيط تبعي لأن أحس إن الدنيا أيوة. الآن راح أعمل لفة، وبعدين راح أروح لأول حلقة أنا عملتها هنا وأشتغل نصف عمود عادي. طيب، بعدين راح أشتغل اللي بعده، الحلقة اللي بعدها هذه شايفينها راح تكون شكلها زي السلسلة من فوق اللي هي حلقتين مع بعض، وراح أدخل فيها وأعمل نصف عمود. طيب، وأكمل بهالطريقة لما أخلص 210 سلاسل. شايفين كيف أنا قاعدة بشتغل؟ خلف القطعة على جهة السلاسل. راح أكمل لما نهاية الدور وأرجع لكم. بعد ما اشتغلنا تقريبا مسافة بسيطة مو كثير، راح أروح لنقطة البداية، وعند الخيط اللي احنا تركناه للتنظيف، هذا الخيط. راح أجيب إبرتي، إبرة التنظيف، وراح أنظمها في الخيط بهالطريقة. طيب، بعدين أروح لقطعة لجزء البداية، وبعدين أروح للبداية تبعتي وأعدل الشغل، أخليه المفروض إنه كان كذا، يعني أفك له بهالطريقة، كان أرجع أرتبه زي كذا، وخلي الخط مستقيم. وبعد كذا راح أجيب إبرتي وأشبك هنا في بداية السلاسل اللي أنا اشتغلتها عشان يتعدل معاي، أو الفراغ اللي هنا موجود راح يختفي. راح أشتغل كذا غرزة مع بعض عشان أسكر الفتحة هذه مظبوط، يصير عندي خط مستقيم بدون أي فتحات. كمان مرة
فك معي الخيط، عشان كذا أنا أقول حط خيط طويل. راح أشتغل كمان مرة في نفس المكان وأدخل خيطي هنا وبعدين أشد قوة وخلاص أقص الخيط وأنهي. هذا بالنسبة للخيط اللي هنا، راح يخلي لي الشغل متواصل مستقيم، ما في أي فتحة معانا، لأنه صارت معانا فتحة فراح نقفلها بهذا الخيط. راح أكمل الآن كل الدور، ولما أوصل لين هنا طبعا احنا راح نشتغل بشكل دائري، راح نوصل بالعكس بالمقلوب من هنا، فراح نشوف كيف نشتغلها. كذا وصلت لمحل ما بدأنا هنا. طيب راح أعمل نصف عمود في أول سلسلتين عندي، هذه السلسلتين في أول واحدة فيهم راح أعمل نصف عمود. طيب راح يصير عندي فتحة هنا وسيعة، ما عليه، راح نغطيها بعدين راح نخيطها زي ما سوينا في الفتحة اللي تحت قفلناها، فراح تصير عندي هذه الفتحة راح نتجاهلها عادي. بعد كذا راح نبدأ نشتغل صدر اللي من هنا. الصدر هذا راح اشتغله بطريقة مختلفة على أساس إنه أنا أبغى تبان هذه الغرز زي الضفير على امتداد الشغل. فكيف راح أسوي؟ عندي الغرزة تتكون من حلقتين زي ما انتم شايفين، هذه واحد، هذه اثنين، واحدة أمامية واحدة خلفية. فلو قلنا كذا كمان راح تصير في عندي حلقة زيادة هنا، شايفين هالحلقة الزيادة هذه الحلقة هي اللي راح أشتغل فيها. راح أعد واحد، شايفين هذه الأولى وهذه الثانية، وبعدين راح أميل الشغل كذا، راح تطلع لي الثالثة هنا وراح أشتغل فيها نصف عمود. راح يبدأ يتشكل لي بداية الضفيرة أو بداية السلسلة من هنا. راح أكمل اللي بعدها، راح كمان أوريكم كيف سويناها. زي ما قلنا أنها تتكون عندي الغرزة من حلقتين، هذه واحد وهذه الثانية، وبعدين هذه لما أسوي كذا راح تطلع لي الثالثة اللي هي هذه. بعدين راح أشتغل نصف عمود، راح تبدأ تتشكل على طول. وأصلا خلاص لما تشتغلين أول ثلاثة أو أول أربعة راح تبدأ تطلع معي السلاسل، واضحين شايفينها؟ هذه السلاسل الأصلية، بدل لما نسوي كذا تطلع سلاسل جديدة اللي من هنا. راح ناخذ الحلقة الخلفية دائما من السلاسل. كمان مرة راح أعد الحلقات، هي تتكون زي ما قلنا من حلقتين، هذه واحد اثنين، الثالثة راح تكون في الخلف، هذه راح أشتغل فيها نصف عمود. راح أكمل بهذه الطريقة لين ما أخلص الدور. طبعا راح نشتغل بشكل دائري مستمر، ما راح نعمل منزلقة في أي جهة من الجهات. فزي ما انتم شايفين بدأت تبرز معاي السلاسل واضحة زي ما انتم شايفين كذا. راح أكمل لين نهاية الدور، ولما أوصل لين هنا طبعا راح أجي هنا راح أكمل بشكل مستقيم عادي بدون أي مزن. وصلت لين مكان الماركر زي ما انتم شايفين، راح أمشي عادي، راح أشيل الماركر مؤقتا وراح أمشي عادي، ما في أي شيء جديد، مجرد إني راح أكمل أشتغل في الحلقة الثالثة من الحلقتين احنا الثلاث حلقات اللي احنا تكلمنا عنهم، اللي هذه واحد اثنين، وهنا الثالثة اللي في الخلف راح أشتغل فيها، وهكذا لين ما ينتهي عندي الدور. طبعا راح أمشي بشكل مستمر بدون أي منزلقات بدون أي شيء، فراح أمشي لين ما يعني عدد السطور أو عرض الشال راح يكون تقريبا حوالي 10 إلى 12 سنتي. يعني أبغى، خليني أكبر عشان توضح معاكم الصورة. تقريبا أبغى الشال من هنا أو من أي طرف أنت تقيسينه، راح أخليه 12 سنتي إلى هنا، هذا هو الارتفاع حقه، من 12 إلى 10 سنتي. طبعا راح أقيس على ابني كل شوي لأن أشوف ما أبغى الشال يغطي لي فمه، أبغى فقط يعني يجي على جهة رقبته الرقبة، فعشان كذا تقريبا من 10 ل 12 سنتي. راح نشتغل بهالطريقة لما ينتهي عندي الدور اللي أنا أبغاه أو الارتفاع اللي أنا أبغاه، وبعد كذا راح أرجع لكم. الآن وصلنا لنهاية الشال، خلاص انتهينا، باقي لي بس غرزتين وأوصل للنهاية. إيش راح أسوي؟ راح أبدأ أقفل بالتدريج، يعني راح أقفل بحشو، بعد كذا منزلقة، بعد كذا خلاص
اقص الخيط وانهي. فراح انهي بحشو، راح اسوي حشو في نفس الطريقة وانا اشتغل، اللي هو في الحلقة الثالثة، هذه الاولى هي الثانية وهذه الثالثة اللي في الخلف. هنا راح اشتغل بعد النصف عمود حشو، بعد الحشو راح اشتغل منزلقة مرة واحدة وهذه الثانية بهالطريقة. بعد كذا راح اجيب المقص واقص الخيط بعد مسافة حلوة اساس ابدأ اخيط الزيادة. كذا اسحب الخيط حقي. طيب، واجيب ابرة التنظيف وانظمها. بعد كذا شايفين الفتحة اللي احنا تركناها هنا، هذه راح نسكرها. بس كيف؟ راح اشتغل ادخل الخيط في الغرز بطريقة مرتبة بحيث انها ما تبين. هذه مرة كذا. الان انا وصلت في مكان الفتحة هنا، راح ابدأ اقفلها بغرزتين من هنا او غرزة من هنا وغرزة من هنا بهالطريقة، وبعدين اسحب واقفل. وهذه الثانية. كذا انتهينا، صار ما عاد في اي فتحات في الشغل. بعد كذا اخفي الخيط، طبعا تخفينه بالطريقة اللي تناسبك، خاص الموضوع الان راجع للذوق العام. بعد كذا راح اقص الخيط للنهاية. كذا عندي انتهيت. نلقي نظرة على الشال كيف صار شكله. طبعا هو تقريبا سويته 9 سنتي، لاني شفته انه عريض على رقبة ولدي زيادة، فما سويته 10 زي ما قلت، سويته اقل، سويته 9. راح يصير عندي هنا زي ما انتم شايفين اللي هو البروز، الضفاير هذه السلاسل موجودة هنا، وفي الجهة الثانية هنا ما في. لكن لو قلبنا الجهة ذي راح تصير الجهة ذي فيها سلاسل، وهذه الجهة اللي كان فيها سلاسل ما عاد صار فيها سلاسل. بعدين كذا لما يكون شكله، لما ألفه راح يكون شكله بهالطريقة. طبعا هو حق بيبي صغير مرة، راح يكون شكله بهذه الطريقة. وبعدين عاد تكتبين على اسم البيبي مثلا هاند ميد وات ايفر يعني، بس بشكل عام هذه هي الغرزة اللي انا كنت ابغى نلقي نظرة مرة ثانية على الغرزة. هذه الغرزة اللي انا كنت ابغى اعطيكم اياها او ابغى اشرح لكم اياها لانها مرة سهلة وبسيطة، وجاء عليها طلب، تعطي فخامة للقطعة اكثر من يكون سادة زي كذا. فانا عملت هنا مستقيمة متطابقين، يعني الاثنين هذول مع بعض، وبعدين هنا في اللي هي اللفة اللي احنا عملناها، لا تجي كذا ولا تجي كذا. طيب، وبكذا انتهينا من الشال، واتمنى يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وشكرا لمتابعتكم.